السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن وعليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلايس. في الفيديو ده هنتكلم عن ده The Blind Date Show، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. اديتني ايه يا عم انت؟ اديتني حيوان واحد اتنين. يا نهار اسود على الانحدار. مين اللي كان شغال قبلي في المكان ده؟ بصراحة البلايند ديت شو كان مشهور أكتر بره في أمريكا وفي دول تانية يعني، وللأسف العرب زي كل حاجة بيقلدوها عشان إحنا بقينا متأمريكين، بقينا أوروبيين، كلنا جايين من سويسرا ومن دول الخليج. ما تلاقيش حد مثلا عامل تليفونه بالعربي، لا كلنا بنعمل. ما تلاقيش حد بيسجل أرقام التليفونات بالعربي، بدل ما يكتب محمد عادي مثلا لازم يكتب محمد. اللي هو ليه يا بتعمل كده؟ أنت قاعد في المنصورة عادي مثلا، لا ما ينفعش، لازم أكتب محمد. فأنت تلاقي مثلا محمد من المنصورة بيكلم أحمد من القاهرة. طبعا مش محتاج اقول لك انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتحط اشتراك وتعمل لايك وتعمل كل حاجه مفيده ليا انا بس بصراحه يعني من الاخر. واخرتها ايه مع البلايند ديت شو؟ ما تسترجل، استرجل كده وسلم عليا عادل. ده ايه ده؟ احنا لسه بنسمي Blind Date Show، ودول اتنين ما يعرفوش. ده بلايند ديت شو ودول شو طب يلا مش مشكله، ولادنا بره في كل حلقه هطلع اكل قدام الكاميرا ورا مكاني مع الفود بلوج. حط ميلك شيك لوتس ولا انت برضه مسكر؟ لا ده كراميل فرابيه. ذوقنا مختلف. انا برضه كده والله، يعني انا اصلا كل يوم الحمد لله انا ده كرم من عند ربنا بجد. كل يوم كده حد يسالني انت ايه، اقول له انا كراميل فرابيه على طول كده، والله على طول كده بتطلع كده. من هي حاجه، بص اصل اقول لك على حاجه، انت ربنا بيخلق كل واحد فينا بميزه. يا بنت التفاصيل يا بنت. روح رميها في الزباله. اوه ده انت روش. نسأل سؤال مهم، انت برج ايه؟ ده السؤال المهم بالنسبه لي. وايه حوار الابراج ده؟ صح، اي حد من الناس اللي هم متامريكين دول اول حاجه بيسالوها لبعض وانت برج ايه؟ من خلال البرج بتاعه ده يبدا يصنفوا بقى براحته زي ما هو عايز. لا مش عشان جوزاء، هي جايه كده اصلا تدوس وخلاص. والله لا يا جماعه ده جوزاء يا جماعه. طب دوست ليه؟ ما تزعلش يا استاذ، انا نسيت اسمك انا بس ما تزعلش، هيجي حد ويدوس عليها زي ما هي دوست عليك. خلاص حقك عليا، سوري ماشي يلا. والله هيدوس. ده هيكملوا دوس عليها بقى زي ما هي دوست، ما تخليهاش تاخد فرصه، دوس عليها على طول. انت رافي؟ لا والله تثبتي ايوه والله لسه ضايقاه من ياسر مسكر قوي. ايه يا دين امي، يا دين امي، ايه ده يا رب؟ بصراحة حاسس ان الموضوع زاد على الحد شوية واخدوا راحتهم شوية، فهضطر اسيبهم زي ما هم. عصبي غيور ومزاجي بيتقلب لان انا جوزاء. مزاجك بيتقلب يا اسطى مش عشان انت جوزاء، مزاجك بيتقلب عشان مين يا رب عيالنا؟ الناني نعني. كان اسمها نعني ولا ده انتوا بتتكلموا ايه؟ يعني دي لغة ايه؟ بجد اكتسبتوا الحوار ده ازاي؟ سوري مش مشكلة عادي. انت عايز ان الشباب مش بيدوسوا اكتر، اللي بيدوسوا اكتر هم البنات، يعني الشباب اللي هو موافق باي انثى وخلاص. طب هقول لك حاجه، ايه رايك في الجاي بيست فريندز؟ دي هاف ا جيرل بيست فريند؟ حاليا لا. تقول له هل لديك اصدقاء ايناس؟ قال لها لا. مش يعني حاسه عايزه اديك كل حاجه، فاهم؟ مش هبقى عايزه ان انا فاهم كل حاجه طالعه غلط. ثانيه واحده لا ان انا ميك شور فاهم؟ ايه رايك لو حضرتك بتكون بتموديل؟ ما تدوس على شيله في دماغها وتاكل بس في ماشي اكيد موديلنج. لا مش كده تقول لها ما عنديش مشكله مع، بس عندي مشكله معاك. هاي ياسر. هاي يونا. انت جاي هايب كده ليه يا اسطى؟ كله تمام الحمد لله. اول حاجه واي ديد يو باظ اللي قبلي؟ ذكي هنشوف هي باظت اللي قبله في ايه عشان يطلع هو بقى ناصر، عشان ما يقعش في نفس غلطه اللي قبله. عشان مش عايز اسافر مع اصحابي اللي احنا ارتبطنا. لا طب سافري عادي. صح؟ هنسافر عادي. راجل يا ابني. الفايب والكيمستري. خلاص انا مش هدوس. ولا انا بصراحه يعني حاسس ان انا مش في عايزه اكل.
هنعمل ايه بقى؟ يعني هتعملوا ايه؟ هنشوف جيل جديد يعني ولا ايه؟ في واحد كاتب كملت الحلقه كنوع من جلد الذات. والله سيم اتفق معاك جدا. كاتب من كتر الانجليزي في الفيديو بقيت حاسس ان العربي لغه غريبه. فاهمك عموما. المفروض يكون نعمل حمله بجد زي حمله اللي هي مقاطعه مثلا، او حملات اللي كانت بتحصل. نعمل حمله ان احنا نرجع للاسف اللغه العربيه تاني. اللغه العربيه لغه القران، هي اللغه اللي انت اتولدت بيها. ما فيهاش مشكله لو انت تتعلم لغات العالم كلها، ده شيء جميل جدا انك تتعلم انجليزي، انك تتعلم فرنساوي، انك تتعلم لغات كتير. ولكن يسطا انت قاعد على القهوه عادي في اي مكان، ولا قاعد على النص بتاع الشارع، فاهم؟ بتتكلم انجليزي ليه؟ مش هيبقى انضف مكان في مصر عشان الناس اللي فيه بتتكلم انجليزي، لا، هيبقى انضف مكان عشان الناس اللي فيه ليهم شخصيه بجد. ليه بقى بتمحي هويتك وشخصيتك؟ يعني انت اصلا اللغه الام اللي اتفرعت منها اللغات كلها. احنا مش بننجح عشان بنغير لساننا الانجليزي. ولو كل واحد اشتغل على نفسه فعلا باللغه بتاعته، هنضطر نخلي العالم يتعلم اللغه بتاعتنا عشان يشتغل معانا. وما تتكلمش انجليزي غير في حاله واحده بس، الا اذا كنت بتتكلم مع واحد هي لغته انجليزي. لكن لو بتتكلم مع واحد عربي مصري ظبط يا اسطى. فانا عندي من 9 الصبح ل 6 انا بالبكيني. واو شاطره. انا هبدا الاسئله الاول. صاحبتك هل تحب ان هي يبقى عندها بيست فريند ولد ولا لا؟ لا. وايه حوار البيست فريند ده؟ لكن بقى جو اصل ده هاني ومش هاني، لا يا ماما انا اسف. ولا اشتغلنا ده معايا في الاوفيس. ايوه اهلا وسهلا. تبعتي له ميل، يبعت لك ميل في الشغل مش في الاوضه مش في البيت عندنا. انا عمر كان بيخبط عليا اخته جايين يتعشوا معانا النهارده والحاجات دي. فانا بجد دي حاجه انت لازم تبقى عارفاهم برضه. افرض احنا مثلا ربنا ما كرمناش مع بعض، تقوم انت تتسوحي. حد يشتغل في حاجه انا كنت شغال فيها قبلي ويقول مين اللي كان شغال قبلي في المكان ده. ايه ده؟ يا نهار اسود. ايه يا جدعان؟ انتوا ايه يا جدعان؟ انتوا ايه بجد والله؟ انتوا ايه؟ ما تعملوش دوشه، هنلحقها منكم ولا من الشارع؟ والله الظاهر ان انا جيت في وقت مش مناسب برضه خالص. الكرسي ده انا تعبان معايا والله، انا اسف اصلا. اللهجه لهسه لماحه. برج ايش؟ الاسد. الاسد. انت كمان مش بتركز من اولها؟ بتخوفي شوي. لا تركز، انتوا بوظتوا حتى الاردنيين. كريسبي بونبوس يا اسطى. كريسبي يا اسطى دي طعميه عادي ولا يا ابني والله العظيم ههد البتاع على دماغك. بلاش ده طلع فيه مشاكل وحوارات اهو. يا قمر يا عسل ليه فيومي شويه بس مش مشكله. احلى تحيه للفيوم. وزي خالته وماما وطاطا اي بس فريند في الاخر. ايوه اديها كده ان احنا من الفيوم يا عبيطه. بتكاتشب الفيلينجز. لا كاتشب وفيلينجز يا انت من الفيوم يا. قوم عرفها يعني ايه فيوم. اتكلم كده اللغه بتاعتك كده والله. يعني ايه فيوم؟ من امتى الفيوم كان بيقول كاتش في رجله راس بلاكوي يا معلم؟ لا ده مش فيومي ده. بص جيت الفيوم صاحبي احتلت البلد. طب هل انت الاخ بتاع رايحه فين وجايه منين وبتكلمي مين ومش تخرجي لوحدك؟ لا ده انا عبيط خالص. انت تخرجي وتيجي ولا تقولي لي حاجه. مش قادر اكمل اكتر من كده الصراحه. اتمنى الفيديو كان شيق وممتع. شفنا ناس عايزه تكمل نص عمرها بالبكيني، وشفنا ناس عايزه تتجوز وتروح تصاحب ولاد وبنات وشباب واطفال ونساء وزوجات. شفنا اللي عايز يتجوز 15 واحده مثلا في الحاجه، عايز يبقى زير نساء يعني. وبرده شفنا العبيط والمحترم وكل حاجه شفناها بصراحه. بس كده اظن الفيديو ده كان كفايه جدا. انتظروا فيديو قادم ان شاء الله. احنا ما عندناش مواعيد، احنا ننزل فيديو ان شاء الله، ننزل فيديو كل شويه. اتمنى الفيديو كان خفيف ولطيف عليكم. ما تنساش ان انت حلو عشان انت حلو. سلام عليكم.